الخير، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير، يعطيك أفضل من اختياراتك لنفسك. ثق بأن كل شيء سينتهي، الأوقات الصعبة ستنتهي، الاكتئاب سينتهي، الأوقات السيئة ستنتهي. فقط ثق بالله. نتعارك مع الذكريات كل ليلة وننام مهزومين. عش حياتك بأجمل تفاصيلها، لا تشتكي من الصعوبات، لأن الله يعطي أصعب المعارك لأقوى جنوده. وإن لم تكن بها تفاصيل، اصنع لنفسك تلك التفاصيل الجميلة. نصمت أحيانا لأن الكلام لن يفعل شيء، نصمت لأن الصمت أفضل. الله نجاك وأنت لضيق بصيرتك تظن أنك غارق. يبعث الله في طريقك ما يوقظك بين الحين والآخر، وأنت الذي ظننت لوقت طويل أنك مستيقظ. يوما ما سنلتقي ونحكي كيف سارت بنا السبل حتى اللقاء، فأبقي عينيك على النور لتعبر كل هذا الظلام. وكلما زاد هدوءك كلما زاد الاستماع لك. في سيمفونية الكون قد تكون مستمعا أو عازفا، ولكن تذكر أنه من يدخل الطريق بلا مرشد سيستغرق 100 عام في رحلة لا تحتاج سوى يومين فقط. أحيانا يضعك الله بمكان لا يعجبك، لا لتهرب بل لتتعلم كيف تتعايش وكيف تغير شيء ما في حياتك، ولتتعلم كيف تضحك حتى مع وجود نقص في حياتك، لتتعلم المقاومة وأحيانا المواجهة. فالأشياء الغير مكتملة تغيرك وتعلمك الكثير، وربما تكون جسر عبوره يؤلمك، ولكن تصل به إلى ما تريد وتحب. فوراء كل شخص قصة لا تمنحه سوى طريق واحد، وهو أن يصبح قويا ليتصدى. لماذا يبتليني الله؟ لأنه يحبك. أشياء كنت تحبها جاء من وراءها شر، وأشياء كنت تكرهها جاء من وراءها خير كثير. تسرعت في الحكم ولم تدرك يا صديقي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ستكتشف يوما أن أجمل أيام عمرك وأجمل الذكريات لم يكن معد لها ولم تكن بالحسبان. ولا يؤخر الله إلا لخير، ولا يحرمك أمرا إلا لخير، ولا ينزل بلاء إلا لخير. فرب الخير لا يأتي إلا بالخير.